السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الجميل عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعضينا الكفتة الجامدة دي، كفتة الفراير. عايزة اقول لكم كفتة الفراير دي بتطلع خطيرة خطيرة خطيرة، عايزة اقول لكم فظيعة جميلة جدا جدا. بصوا، ولا اجدعها حياتي هيعملها بالحلاوة دي. تعالوا نبدأ كده ونصلي على الرسول ونقول بسم الله. هنعمل ايه؟ انا جبت كيلو من اللحم، والله ولا عليها ضاني ولا عليها اي حاجة. انا جبت كيلو مفروم وخلاص على كده. تمام. وجبت عليها 3 بصلات، يعني وسط مش كبار يا جماعه، البصل ما كتروش على الكفته. وقمت جايبه ربطه بقدونس ونزلت عليها. وقمت جايبه بيكنج باودر وحطيته نص الكيس كده. وملح وبهارات الكفته، الملكه بتاعتنا النهارده بهارات الكفته يا جماعه. اهم حاجه بهارات الكفته. والملح والفلفل الاسود والسبع بهارات فقط لا غير. 7 بهارات بيكنج باودر. بهارات الكفته دي اهم حاجه. الملح والفلفل الاسود. حلو لحد كده، حلو لحد كده. وهمسكهم بقى يا جماعه، افضل اعجن فيهم لحد ما تعمل لي عرق، اللي هو الحاجه الطويله دي، العرق الطويل ده. تمام. تدعكي تدعكي تدعكي. وتقومي مريحاها قيمه ربع ساعه كده في التلاجة. تريحيها، يعني انا عايزاها عشان تبقى مرتاحه وما تفكش معايا. حلو الكلام لحد كده. ده انا هبهركم، هبهركم في الفيديو ده. لو معايا لحد هنا صلوا على النبي. بعد كده بقى بصوا، زي ما انتم شايفين بلت وبعجن، بلت وبعجن كده بالظبط. بعد كده بقى هقوم جايبه العصايه اللي هي بتاعت الشيش طاووق دي، عارفينها؟ العصايه الطويله دي. ما عندكيش العصايه دي هتجيبي من المقوار. تمام كده. ليه بقى هنعمل ليه؟ عشان خاطر اللحمه ما تبقاش مكتومه، تبقى مفرغه كده. يعني ان كان ده او ده عشان تبقى مفرغه من جوه، ما تبقاش مكتومه. جبت الفراير بتاعتي ووريتها لكم. بص بقى، ولا دهولت دنيا، ولا حطيت على البوتاجاز ولا طاسه ولا الكلام الفاضي ده. مفيش الكلام ده خلاص. بعد كده رحت جايبه الكفته صبعتها. لازم ايه، تقفشيها. تقفشي عليها جامد كده. تبططيها كده جامد عشان ايه، تبقى جامده كده ومحبوكه. وتاخديها على نص العصايه، يعني تبقى على نصها كده عشان ما تبقاش مبعجره، ما تبقاش حلوه، تبقى مفروده كده. عايزه اقول لكم والله النص الكيلو لقيته كتير. عينت منه قيمه ربع كيلو في الاخر، لان حسيت انها فعلا كتير، وفعلا كان كتير. فاضل كمان لتاني يوم. وقمت حطها صبعتها زي ما انتوا شايفين كده. وبقيت من ولا عينتها في التلاجة بقى ولا اي حاجه. انا بس ريحتها اول ما عجنتها قيمه ربع ساعه بس. وبعد كده حطيتها في الفراير على طول، صبعتها يعني ما عملتهاش بعد ما صبعتها زي ما كنا بنعمل، مفيش الكلام ده. حجيت على طول من ايديا على الفراير على طول. طبعا كنت مسخنه. اهم حاجه الفراير في اي حاجه لازم تكوني مسخناه قبل ما تحطي فيه عشان تبقى ما تطولش معاكي. يعني قيمه دقيقتين كده وتقومي قايده عليها. وخلاص على كده حطيتها في الفراير زي ما هي بالمنظر دوت. 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط. هتفتحي عليه اول 5 دقايق، تقلبيه عشان اللي تحت يبقى فوق، ما يبقاش نفس الايه، اللون. عايزه اقول لكم هنا بقى زي ما قلت لكم، يعني اخدت مني على دورين وربع كيلو كمان اتعين. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوه، والله ما في ازيد من اللي انا قلته لكم ده. حطيتها على 10 دقايق، طلعتها بعد 5 دقايق، قلبتها على الناحيه التانيه. وبعد كده اديتها ال5 دقايق التانيين. بصوا، بصوا الجمال يا جماعه. ولا سمنه ولا رشه زيت ولا رشه سمنه ولا رشه اي حاجه، هي سوت نفسها من الدهون اللي فيها. طبعا حطيت تحت بقى بقدونس وكزبره زي ما الناس كده ما بيعملوا. طلعت وهم وهم وهم. عندك حته فحمه بقى كده، حطيها مع الورق الفويل ده. اتفرجي بس عشان ما كانش عندي صراحه. ولا اجدعها كفته حياتي. طلعت تحفه 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 بجد، جميله جدا. اعملوها يا جماعه، هتعجبكم بجد. ده كان الفيديو بتاعنا بقى النهارده. لو الفيديو بتاعي النهارده عجبك، ما تنسينيش بقى في اللايك وتعليق حلو منك كده يا ست الحلوين. واشوفك في فيديو جديد من منوعات سالي صلاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.